السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله رايحين نحضروا كيف أسهل وألذ تورتة صحية بالتفاح لفطور الصباح. نبداو على بركة الله. في مقادير الوصفة رايحين نحتاجوا 3 ملاعق من الدقيق الأبيض ولا الفرينة، 6 حبات تفاح صغار قطعتهم شرائح ودرت لهم عصير الليمون، نص كاس حليب، 3 مغارف كبار دقيق الشوفان و3 مغارف كبار دقيق القمح، 2 حبات بيض، مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، وعصير نص حبة قارص، نص مغرفة صغيرة قرفة، ونص مغرفة صغيرة زنجبيل، وقريصة ملح، 3 مغارف كبار زيت، 3 مغارف كبار سكر، مغرفة صغيرة خل، ومغرفة صغيرة فانيلا ولا لافاني. نبدا بسم الله في عملية التحضير. نحط 2 حبات بيض في ان ريسيبيون، ندير فوقهم 3 مغارف سكر، 3 مغارف زيت، نص كاس حليب، نخلطهم مليح بالفوي. هنايا اللي تحب تستعمل الباتوق باش تجيها خفيفه ولا البيترا تقدر. انا قلت لكم هذا فطور الصباح، يعني حاجه خفيفه مع الصباح باش الانسان يخدم بعقله بلا ما يسمع تقربيح ولا بلا ما يقربع العائله تاعو، خاصه في عطله نهايه الاسبوع. بلا ما نساو نزيدو هذاك العصير تاع نص حبه قارص للتفاح ديالنا. انا كنت زدت من قبل درتو القارص باش ما يكحليش قبل ما نبدا عمليه التحضير. راني ضربت مليح هذاك الخليط ديالي، نزيد له مغرفه صغيره خل، قريصه ملح، مغرفه صغيره لافاني، نص مغرفه صغيره قرفه، نص مغرفه صغيره زنجبيل. نروحو نزيدو المواد الجافه، نديرو 3 مغارف كبار شوفان، 3 مغارف كبار دقيق القمح، و3 مغارف كبار فرينه ولا الدقيق الابيض اللي كنت انا غربلتهم من قبل. مول ما نحط هادوك المواد الجافه نحط معاهم الخميره الكيميائيه اللي هي مقدار تاع مغرفه صغيره. رايحين تحصلوا على خليط شبه سائل اللي جاي لا كونسيستانس تاعو جايه كيما تاع الموسكوتشو ولا شويه جاريه عليه. ما تنساوش باللي الدقيق رايح يشرب لنا السوائل، دونك هنا ما لازمش يكون ناشف بزاف. الا حبيتوه يجي خفيف لازم لا كونسيستانس تجي شويه جاريه. بالنسبه للمقله تاعنا لازم تكون عندنا مقله ما تلصقش، ندهنوها كامل بلا مارغرين. فوق هذيك الزبده نزيدو نفرشوا البابي كويسون اللي نكونوا قطعناه على حساب المساحه تاع القاعده تاع المقله، ونزيدو نديرو فوقها لا مارغرين. وعلاش زدنا لا مارغرين؟ باسكو رايحين نحطوا السكر باش نكراميليزيو التفاح ديالنا. دونك هاد السكر لو كان ما نديروش لا مارغرين رايح يلصق لنا والوجه تاع لاطاق تاعنا ما يجيش شباب. دونك هنا حطينا 2 مغارف سكر، دردرناه كامل من الفوق، ومن بعد نزعزع شويه المقله باش يجي في نفس السمك، يعني ما تكونش جهه فيها السكر اكثر من جهه واحده اخرى. نضيف للتفاح ديالي نص مغرفه تاع القرفه ونخلطو مليح، نوزعو بالتساوي عليه. عرفوا بلي التفاح يحب نكهه القرفه. نروح نستف التفاح في المقله فوق هذيك الطبقه تاع السكر. هنايا راني نستف فيه، هنايا شبحته. اللي تكون مزروبه ولا حابه تكمل بالخف تقدروا تقطعوه مكعبات هكذا قطع عشوائيه وترميه في المقله، رايح يمد طعم وتشباب. نروح نفرغ هذاك الخليط من الفوق فوق التفاح، نفرغوه غير بالعقل باش ما يتزعزعش التفاح ديالنا من بلاصتو هكذا، ونفرشوه غير بالعقل بلا سباتول. رايحين تشوفوا بلا رايح يدير طبقه رقيقه بزاف. غطوه بغطاء محكم يعني يتغطى كامل باش هذيك السخانه تولي للداخل وتعاون في الطياب من الفوق. نطيبوها على اقل درجه حراره، يعني النار القليله اللي عندكم ديروها. ولا كانت المقله تاعكم رقيقه وقادره تحرقها لكم دو بريفيرونس تحطوا طاجين من تحت وتحطوها فوق الطاجين باش تضمنوا باللي ماهيش رايحه تنحرق. تخلوها طيب حوالي 20 دقيقه وتطلعوا عليها تشوفوا لا تحمرت على الوجه التحتاني. لازم كي تشوفوها من الفوق تلقاو الوجه الفوقاني ناشف كامل. كي تطلوا من تحت لا شفتوها حمارت قلبوها وخلوها باش تكمل طيب على الوجه الفوقاني. كما هنايا لقيتها ما تحمرتش عاودت رجعتها تحمرت شويه، قويت لها شويه النار باش تحمر بالخف بيسك راهي طيبه وناشفه. كي تتحمر من تحت نقلبها باش طيب على الوجه الفوقاني. انا هنايا قلبتها بلوح التقطيع، لا عندك شرطه اللي يجي سوا معاها قلبيها عليها. بالنسبه للمبتدئات اللي عندها مقله شويه عاليه كيما ديالي
راح تجيها صعيبه باش تقلبها. دونك دو بريفيرونس كي تشوفي التورته تاعك بدات تنشف، ديري مقله تاع لي كريب ولا كريبيير، ديريها تسخن شويه. دونك لو طون اللي تحمر على الوجه التحتاني قلبيها باش تحمر في لا كريبيير هذيك. كي ديريها تقلبيها في الغطيوه ولا في لوحه التقطيع، ولا كي تفرشيها تحبطيها، حطيها في لا كريبيير باش ما تتقسملكش على زوج. الوجه الفوقاني ما راحش ياخذ لنا الوقت، يتحمر بالخف. قولوا شويه النار، ما تخلوهاش تزيد طول، باسكو قد ما طول فوق النار رايحه تزيد تنشف. هنا ديروها على نار قويه تتحمر بالخف هكذاك واحد 1 مينوت، دقيقه، ما تزيدولهاش. نحيها وحطيها في صحن التقديم. هنايا راح نحضر صلصه الكراميل. الصلصه هذه راح نقدم معاها التورته ديالي، صلصه بزاف بنينه، واللي يحب ياكل التورته بطريقه صحيه ياكلها بدبس التمر. بالنسبه للصلصه تاع الكراميل، نديرو 3 مغارف سكر في كاسرونه، نخلوهم فوق النار مده حتى يولوا كراميل بالعقل على نار قليله. ومن بعد نضيفو فوقهم 3/4 كاس ولا كاس الا ربع من الكريمه السائله. شوفوا كيفاش رايحه تشكل الصلصه ديالنا. ذوبوها غير بالعقل. في هذه المرحله لازم تاخذوا حذركم، باسكو الكراميل كي نرمو فوقها اي سائل قادره تطير علينا وتحرقنا. زيدوها غير بالعقل. وتاني لازم تكون النار قليله، يعني تكون على نار هادئه. هاي لك الصلصه تاعنا راهي واجده، جات الله يبارك. هنا مازالت سخونه، دوك كي تزيد تبرد تختار شويه على هكذا. جات بزاف بنينه، ولا كونسيستونس تاعها جات بزاف شابه، القوام تاعها جا ما شاء الله. دونك انايا التورته تاعي رايحه نقدمها مع هذا الكراميل. انا شخصيا نفضلها مع هذا الكراميل، بصح الا حبيتو تاكلوها بطريقه صحيه ديروا لها دبس التمر، تجي بزاف بنينه. هنا اللي يحب يقدمها يزيد لها شويه لي زاموندي فيلي من الفوق، شرائح اللوز من الفوق، تجي بزاف بنينه. يكونوا شويه غريي محمرين شويه، راحين يمدوا شكل شباب وطعم شباب. انا هنا ما كانش عندي دونك خليتها هكذايا. انا كليتها بصلصه الكراميل هكذا، ولا اروع، طعم لا يقاوم. واللي يفضل ياكلها بطريقه صحيه يدير لها دبس التمر من الفوق، رايحه تجي بزاف بنينه وشابه وصحيه في نفس الوقت.